سلامة مرحبا بكم البنات، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة. جيتكم فيديو أيوه، جديد وروتين جديد، إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا برشا وصفات حلو، سمحين. باش نعملوا حاجة حلوة وفي نفس الوقت صحية وبهي للصغيرات ولا الكبار. أنا جربتها قبل وباش نعطيكم طريقة زادة كيفاش تخلوا الصغار تاكلها وتعود هكا، يعني عاملة عليها بون كيف. أنا قبل طيبتها وما عجبت، يعني بنتي ما قبلتهاش برشا خاطر المنظر مش حلو وكل شيء. أنا عملت معاها طريقة ونجحت معايا بالكدا، باش نعطيكم السر. ومنها تخلوا صغاركم تاكل حاجات صحية وحاجات كلها فيتامينات، يبعدوا على الماكلة متاع الشارع والحلوى والكلفازات وكل. وباش نعملوا مع بعضنا فطور صحي كلها فيتامينات زادة وبنين، مش ماكش باش تحسي روحك انك انت تاكلي في ماكلة صحية، يعني بالحق حاجة تشهي وبنينة على الاخر. وباش نعملوا مع بعضنا زادة الدجاج على الطريقة المغربية. آمم، يعني هو الطريقة هذه عطتها لي صاحبتي، وبصراحة طيارة عجبتني على الآخر، وإن شاء الله نزيد نعاود نطيبها مرة أخرى. وأما قبل كل شيء باش نوصل بنتي للروضة، شوفوا ما شاء الله الدنيا بيضة بالثلج، وطقس روعة متاع ركشة في الدار، وقهوة كيف ما تشوفوا في الفيديو. روحت نجري عملت قهوة، حضرت فطوري اللي أنا برمجتها من الأول في مخي. شنو باش نطيب اليوم، وهذه اللي مساعدتني ديما نسبق بالأحداث بنهار هكا، نبدأ في مخي ولا كاتبة شنو بالضبط باش نعمل، وهكاك تساعدني إني أنا نبقى في نهاري نستغل برشا وقت إني نعمل برشا حاجات. ما أهم كعبتين من الرقائق هذوما المدورين، موجودين برشا أشكال برشا جو، اللي هي متاع الروز متاع القمح، موجودة متاع العدس. أنا المرة هذه اللي شريتها متاع العدس، وبصراحة تهبل بنينة على الآخر، خاصة كيف عملتها مع زبدة الكاكاوية. عاد تبنى مش عادية وناقصة كالوري، يعني متاع الناس اللي تحب تعمل رجيم تحب تحافظ على ماكلتها تشري منها طيارة. فما متاع قمح كيف ما قلت لكم، ولا متاع روز. ولهنا خذيت الكعبة الأولى حطيت فيها زبدة الكاكاوية، الكعبة الثانية بقيت نقلي في بيضة، ما قليتهاش بالزيت على فكرة، هكا جوست يعني شوية من زيت زيتونة، وحطيت البيضة. ومن بعد غطيت عليها وكيف طابت هي البيضة حطيت فوقها فرماجة تاع الهمبرجر. عرفتولي تكون في ساشي، وهذيك خاطر نحاسه في ساعة ما يذوب معنا ويعطي بنا اصلا النكهه متاعها محليه. دوب ما غطيت عليها وذابت شويه، ولات حطيتها فوق الرقائق الاخرى متاع هذيك متاع الروز المنفوخ ولا العدس، مانيش عارفه شنو اسمه المفيد. وخديت الخضرة اللي متوفرة عندكم، أنا كان عندي الفقوس، حطيت شوية من فقوس، عملت كعبة برتقان بحكم الطقس توا كان متاع برتقان، لازم ديما فيتامين سي للقريب لكل شيء. وهذه لقيتها أسهل طريقة للصغار والكبار باش ينجموا ياكلوا بها البرتقان. أنا بنتي ولا لها إدمان، من كانت قبل ما تحبهاش ولات تموت عليه خاطر لقيتها ساهل دبك الطرف هذاك الترونش هذاك طول تاكله في فمها، ومعناها ما نبقاش نقشر لها ولا تبقى تتمعس فيها ولا حتى شيء. لقيت هذيك اسهل طريقه. وهذه البيضه متاعنا كيفاش حضرت شو ما بنها وكل الفرماج كيفاش سايل، حاسيلو كلها الماكله هذه يعني صحيه وبنينه، وتخليك انك تحبي الحاجات الماكله الصحيه معناها، وتحبي الرجيم وكل. بالطبيعه عملت كاس كابتشينو وقهوه، قعدتي على رواق. فطرت فطوري بعد ما كملت التنظيف وكملت قضيتي كلها، دخلت الكوزينة باش نطيب هذيا الكحابر متاع التمر. بحكم هي مش تشد برشا وقت، اما نحب كيف نصور فيديو ولا حاجة تكون هذايا الكل تبدا بنتي مازالت في الروضة، نستغل ماذا بيا لو ماكسيموم في نهاري باش نحضر حاجات اللي نبدا مرتاحة في مخي معناها. حمصت الجلجلين، ومن بعد حمصت زرعة الكتان ورحيتهم. كان عندكم الرحاة الصغيرة ولا الكبيرة عرفتهم تاع اللحم، الكل ترحي وانتم مو طريقة تحبوها معناها مرحية بودر بكلها، وإلا تحبوها هكا مطرفة شوي شوي، المفيد على ذوقكم انتم. كان عندي شوية لوز مرحي ضفتها للخليط، وعندي شوية زوزة شوي البنات ما تكثروش.
وزادا مش بالضرورة من نفس المكونات، تنجموا بالمتوفر عندكم حتى بالجلجلان والتمر تجي بنين عسل. هنايا الزوزة رحيتها أما بالطبيعة ماناش باش نعرجوها خاطر هي بطبيعتها قوية وما تتعرجش. رحيتها لين قرت الزيت متاعها وهكاك باش تجيني تعطي الكعاب التمر هكا تكون فيها بنة هكا قوية، وفي نفس الوقت تسهل معنا اللمان متاع الخلطة من بعد باش كيف نلموها تجينا سهلة. ولهنايا كان عندكم زادا شوية حبة حلاوة كان للغاز وتزيد تعطي نكهة لحبة حلاوة ري تعطي نكهة مش عادية، أما ما تكثروش باش ما تبقاش نكهة حبة حلاوة فيها يعني برشا. سامحوني كان الكلام هكاك لازم في كل فيديو نغلط غلطة معناها مع ناخذ كعب التمر في بالي بروحي قاعدة نصور يا أخي طلعت بالطبيعة زادا لازم في كل فيديو فما بارتي هكا نكون نسيتها ولا يتيح لي البورتابل شارج لازم حاجة هيك تصير. المفيد لهنايا التمر بعد ما غسلته ونحيت له القلوب وكل فما ناس تفورها باش ينجم في ساعة يطرى من غير ما تقعد ترحيها باليدين من بعد تليك تخلطها وكهو. أنا حاسة المرحلة هذه يعني ما عرفتش يعني هكا نحسها نزيد نطول الفيديو نزيد فيها شوية هرج. دونك طريقتي أنايا كيفاش إني نحط بعد ما نغسل التمر نحطها في المسخون دوب ما يهبى هكا شوي ومن بعد تليك نغسله نحي له القلوب ونرحيه أما نزيدها شوية ماء باش ينجم يترحى معانا بالقدا معناها ويجي ما شاء الله يعني كريمي بالقدا. ولهنايا الرحاه هذه في الاخر بعد ما صايب بديت باش نلمهم الرحاه هذه لقيتها خلته شويه من التمر قلت انا علاش يبقى يفسد هكاكا نزيد نحط فيه وكان عندي باكو بسكو السيده مش كامل ما فيه يعني بقى لي كعبات قلت ما يبقوش هكاكا يمشوا كاكا دونك رحيتهم ومنها لم لي الكل معنا مسح لي التمر اللي بقى لي الكل. لازم هكا ديما الواحد سيتو المرأة لازم ديما تخدم مخها وما تخليش حاجة تمشي هكاكا بالفارغ. كملنا الكل خلطتهم وزدت لهنايا للخليط متاعنا زبدة الكاكاوية زدت نجموا تستغنوا عليها المرحلة هذه وبدأت نلم فيهم جتني شوية طرية خليتها وأراني لهنايا في الفيديو في نفس الوقت قاعدة نطيب في المصلي دجاج. يعني غير ما حبيتش في الفيديو باش نبقى نمشي لكم من هكا منقز من فيديو لفيديو دونك كملت لهنا الكل يعني ليزيتاب كلها وأنا المفيد لهنايا خليته شوية ارتاح كي لقيته بدأ يلصق معايا خليته يتشرب بالقدا ومن بعد ما يعني تكعبر لي بالقدا لا بقى يلصق لحد شيء خاطر تشرب بالقدا وخلت المفيد خلوه يرتاح لكن كان حسيتوا ايديكم تتلكت وكل خلوه يرتاح. شوفوا لهنا ما شاء الله عبارة كأنه ما يعني تلم بالقدا معانا ونكعبرها كعابر. بالنسبة للطريقة الأخرى يعني مع بنتي كيفاش تحيلت معاها عملت بارتي اللي نحنا يعني متاع الكعابر العادي ولا هي كيف روحت من الروضة خليت لها بارتي متاعها هي باش تعمل عليهم جو وهني في نفس الوقت يعني هكا نوع متاع اكتيفيتي للصغار يموتوا على الحاجات هذه. انا بنتي نحسها تحب الفازات هذه انها تدخل الكوزينة تبدا تعاون ولا طيب معايا كم كوا وهكا نحسها يعني قمة السعادة تكون في اللحظة هذه. المفيدة أنا نولي ما نحرمهاش نخليها هني معاها وفي نفس الوقت تعمل شنو تحب هي معناها. الكعابر مشيت خذت شوكولاتة ذوبتها وعندها أكل الحلوى الملونة الكعابر صغيرونين وأكل الفازات هذاكم حطيتهم لها في صحن وخليتها تكعبر وتعمل شنو تحب هي وهذيك الحاجة اللي خلتها هي عاملة عليها بون كيف كل مرة هكا تاكل وتحس روحها إنها كأنها تاكل في حلوى مش تاكل في كعابر متاع تمر وكل. جربوها الطريقة هذه لو كان صغاركم ما حبوهاش وما قبلوهاش معنا باش ياكلوه. المفيد تحايلوا معاهم شوية. خليت لكم الفيديو كيف ما هو حاسيلو شوف كيفاش عاملة جو وهي اللي تعمل وحدها وغاطسة بالشوكولاتة في يدها وفمها وكلها حاسيلو كلها شوكولاتة. ونمشي للوصفة الثالثة في نهاري لهنا راني الدجاجة هذه من الصباح غسلتها وفوحتها وخليتها بشوي هكا تتشرب البهارات متاعها باش من بعد تجينا بنينة. معناها كان تشوفوا الفيديو انا مانيش معناها مصورت لكم كل وصفة وحدها احسن هكاكا باش ما تدخلوش بعضكم
ما يبقاش الفيديو ماهوش واضح بالكدا. دونك هذايا عملتها قبل ما تجي بنتي من الصباح، وخديت الفروج لهنايا غسلتها بالكدا بشويه ماء، عملت الماء سخون مع خل مع ملح، وما خليتهش برشا البنات باش ما ينشفش معانا. ونحيته كشحم من داخل، دللته كيف ما هو يعني. شوف حتى مساج أسرع عملت عملت له مساج ومش داري على روحه اللي هو صايي مش يتاكل. نحت جوانح منا ومنا، نحت الحاجات الزايدة اللي ماناش باش ناكلوهم، و... وفي ساعة ما عودت مصمصته وخليته. وبعد ذلك مشيت نعمل البهارات. وعلى فكرة الوصفة هذه راهي مغربية، ذقتها عند جارتي ما شاء الله عليها مغربية، عندها ماكلة زادة بنينة على الآخر. وعجبتني، حبيت هكا نجربها وجدت بنينة بنينة مش نورمال. حبيت نشاركها معكم في الفيديو. الوصفة هذه اسمها دجاج بالتغمير، بنينة تحب المحلاها، جربوها البنات. احنا في تونس حق ما نطيبوهاش، اما باهي نحب ديما ننوع، نحب الماكلة تكون انترناسيونال، المفيد تكون بنينة. خذ كعبة ليمونة تكون مرقدة في الماء، كيف ما نعملوا حنايا الفلفل المالح هما يعملوه في شكل الليمون هذايا. بقدرة ربي لما ناخذ الروسات كاملة ونعملها وحدي في الدار، وبقدرة ربي نشاركها معاكم في القناة إن شاء الله. يعني ريتو تجي حموضة وما هيش ما فيهاش مرورة ومحلها تنكه الماكلة بالكدا. خاصة الوصفة هذه جت هي اللي زادت فيها شطر. على فكرة القشرة ماناش باش نلوحوها، باش نزينوا بها من بعد، وبالطبيعة يعني باش تتكل من غير ما تكون هكا حامضة وكهو شوية حموضة كهو. حسيلو بنينة بنينة، جربوها الرسات وبقدرة ربي نزيد نجرب معاكم الليمون المرقد. عندي برشا وصفات أخرين بقدرة ربي يعني نشاركها معاكم في القناة. شرنا الليمونة نخلو لك شوربار تو باش نستعملوا اللب متاعها، جست نحو لها القلوب هذاكم، ومن بعد نحطها في ميكسور مع شوية معدنوس مع الثوم. نكثروا من الثوم خاطر ديما البهارات متاع الدجاج ديما تكون فيها الثوم. غرفة كبيرة زنجبيل، ولا فما شكون يقولها سكن كبير، ومعاه مغرفة من فلفل أسود، مغرفة صغيرة زادة هريسة. كان عندكم الكركم هذيك لازم، أما هما يزيدوا يعملوا لها الزعفران. أنا ما عنديش، ماهوش متوفر عندي، أما اللي متوفر عنده تكون أحسن باش تعطي لون، باش يعطي شوية اللون الحمورة. كان عندكم ملون غذائي أحمر زادة تنجموا تعملوه. أنا الحق عملتها كان بشوية سكن كبير وجتني محلاها، يعني حتى اللون سمح معاه شوية الهريسة، عطت اللون مقبول، يعني مش كلا صفر ومش لونها جتني مقبولة. وبالطبيعة شوية زيت زيتونة باش يسهل لنا الرحيان ويخليها هكا تولي سائلة شوية. من بعد ما كملنا رحيناها نفوحوا بها الدجاجة. ماذا بينا حتى تحت الجلدة، يعني التفويحة تكون البلايص الكل، ونخلوها تستنى أكثر. ماذا بكم لو كان أنتم برمجين باش طيبوها من غدوة الحي، من الليلة تفوحوها وتدسوها في الفريجيدير، والا من الصباح بكري دساها. وكل وين تقعد اكثر كل وين تتشرب بك البهارات وتجيب بنينه عسل. والله بنينه محلاها الوصفه، جربوها نودكم ولا نشهيكم. وقتكم في ليطاب هذه وخلوا هيك الفروج الخليط الكل يدخل من بلايص الكل حسيلو. والمفيد الخلطة من بعد ما تلوحوهاش، راهم هي بيدها باش نطيبوا بها الصوص. بعد ما كملت صيي حطيت من يعني الخلطة من داخل من تحت الجلدة الكل معناها. نولي نسكر لها الرجلين. كان عندي أنا هو البيدة الياستيك متاعها هي جت فيه. زدت سكرتها بيه، ومن بعد ذلك في طنجرة سخنا، نبدو مسخنين شوية ماء ونحطها
في وسطها، نخليه يطيب بالكدا وك الريحة متاع الدار راهي ما شاء الله مخلطة ما بين روايح الكل حسيلو. تشوفوا في الفيديو الماء ما عملتش ماء جديد، خديت الباقي متاع الخليط متاعنا، هو زدته شوية ماء حاولت نخلط ومن بعد حطيته، يعني لا زدت ماء حتى حولت الماكسيموم الخلطة متاعنا انها تقعد في وسط معناها نحطها كلها في الطنجرة ونفوح بها الماكلة. بعد شديت بصل كمية ماذا بيكم تكون بزايد شوية ما بين 5-6 روس متوسطين متاع بصل وقصيتهم. أنا معناها المفروض نقص بارتي ونحطها في وسط الدجاج ومن بعد تليك نكمل الباقي معناها الباقي الآخر متاع البصل. أنا رحيت حبلت نستغل زاد الوقت قصيت الكل. أما نحيت المرة الأولى حطيت بارتي شوية بركة باش نفوح بها الدجاجة. بعد ما طابت معايا الدجاجة وليت كملت حطيت الخلطة الأخرى متاع البصل معناها الباقي متاع البصل ما حطيتش الكل المرة هذه جوست باش نفوح به الدجاجة وسكرت عليها وخليت على نار متوسطة لين حسيت طابت. وكل مرة البنات بالموس وإلا بالفرشيطة نحاول ندقها هكا شوية بالشكل السوائل اللي المحبوسة الكل تهبط وتجيب معنا فيسع فيسع معناها. كان عندكم فما كل الشوكة هكا هي أصلا خاصة بالدجاج كان عندكم تعملوها بها هي معناها تدقوها دقين بها باش تنحى سوائل كلها مش متوفر ما نحيروش مع موس فرشيطة ونعملوها الكلها يعني ماذا بينا البلايص الكل ونسكروا عليها وكل مرة نعملوا طلع عليها لين نحسها إنها صيي الزر طاب كيف ندخل الموس ولا ندخل فرشيطة نحسها إنها طابت بالكدا. طاب معنا الفروج وعطانا اللون المزيان هذاك ما شاء الله تنفح من ريحة للمطعم. ديجا أنا ما صبرتش يعني هكا نشوفوا هاني منتوشة شوي باش منها نذوقها كان طابت ولا لا وجا لونها ما شاء الله يهبل. خذيت الزبدة باش حاولت هكا نحط المرة الأولى عملتها هكا بالزبدة كلها ومن بعد تليكا كيف ما تشوفوا حكيتها بالكدا ومن بعد ما بين كل في بلاصة هكا حطيت طريف صغيرة متاع زبدة باش يزيد يطيب معانا في الكوشة ويعطينا زاد اللون الأحمر. وحطيت على نار على نار قوية صراحة. أما بقيت ديما نراقب فيها لين هكاك كيف حسيتها صيح مارت وطابت وهي أصلا طايبة معناها. نخرجها من الفرن ونخليها وفي نفس الوقت الخليط متاعنا هو بيدا باش نكملوا له البصل الاخر اللي رحيناه واللي خليناه نحطوه وبعد ما يختار معانا ويتكرمل مش يتكرمل اما يولي لنا صوص يعني يبدا هكا شويه يتكرمل نولي نضيف له الكبدة لهنية بعد ما نظفتها وغسلتها بالكدا في شوية ماء وخل. الصوص تجيب على نار متوسطة كل مرة نحركها ومن بعد نضيف 4 كيس زيت زيتونة ونغطي عليها في الآخر بالكل كيف سيين نحس الكبدة طابت تكرملت معانا اختارت وكل شيء الصوص نولي نضيف لها عصرة ليمون وهكا الفروج طاب زادة وخرج عطانا اللون هذاك المزيان والصوص ما شاء الله زادة جت محلش منها ريحتها مطعمها كل شيء نزيد ثبته في الملوحة وكهو توا ما بقى كان باش نحطها في الطبق متاعنا. المرة الأولى نحط الصوص من الفوق نحط الدجاجة ونزينها بشوية زيت شو اسمه زيتون سامحوني نزينها بقية القشور متاع الليمون المرقد وهكا تطلع معنا أحلى وصفة متاع دجاج بالدغمير. لو كان فما مغربيات تتفرجوا على الفيديو لو كان فما حاجة هكا ولا هكا ما هيش صحيحة راني أول مرة نطيبها وهذا دجاج بالدغمير من يد تونسية وصراحة يعني ماكلة ما شاء الله بنينة ويعطيكم الصحة. جربتها وكانت تجربة جد جميلة وما حلاش منها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وبرتاجوا لأصحابكم وإن شاء الله يا ربي نخليكم على خير وفي فيديو جديد ووصفات جديدة. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. سامحوني كان طولت عليكم خاطر لازمني هكا فما ديزاستيوس هكا نفسرهم شوية وخليكم على خير ونتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد ما بين روتين تنظيف على ماكلة بقدرة ربي باش نعملوا فيها برشا حاجات القناة. خليكم على خير وباي باي. Ja. Mama, ich hab Papas Schüssel. Schau mal. Mama, ich hab Papas Schüssel. Bin bei dir.